ب10 جنيه بس هتعملي وتخزني عصير السنة دي، غير عصير بقى كركديه بمكعبات الجيلي. تجنن مكعبات الجيلي من كركديه نفسه. ب10 جنيه كركديه يا جماعة. هتجيبي من العطار ب10 جنيه كركديه وتشطفيه شطفة سريعة كده على الحنفية، وبعد كده هتملي له بقى حلة مية كده حلوة، حوالي مثلا 5 لتر من المية، وتهدي النار وتكتمي الغطا وتسيبيه يعني موارب بسيط، وتسيبيها كده على النار تتكتك كده حوالي 10 دقايق، وبعد كده اطفي النار هتلاقيها اللهم بارك ركزت جدا جدا وبقت غامقة جدا. بصوا بقى، نطفي بقى النار خلاص زي الفل، وهو سخن كده وبيدخن هناخد ايه، نجيب بس حلة صغيرة كده او وعاية صغيرة بمصفى، وهضيف 3 اكواب يعني 3 كوبايات اللي هي كوباية الشاي، وهي سخنة كده ومتكتك كده 3 زي الفل. هكون مجهزة جنب مني معايا هنا يا جماعة كيس جيلي، اللي هو جيلي بالفراولة او اي طعم، اي نوع جيلي، بس انا حبيت اطعم لون الفراولة بيديله طعم حلو في الكركديه، وفي نفس الوقت بيبقى واخد لونه. ظرف واحد بس من الجيلي، و3 معالق كبار من الجيلاتين. الجيلاتين ده عند العطار. 3 معالق من الجيلاتين، ونص كوباية سكر. طبعا هنا انا ضفت الجيلاتين على طول كده وهو الكركديه سخن، فهيكلكع شوية، هضربه في الخلاط على طول او بالهاند بلندر. بس الافضل لما تيجي تحطي الجيلاتين ربيه الاول كده في ربع كوباية مية عادية من الحنفية الاول، وبعد كده ضيفيه. هنا ربيته كده في قلب الخلاط. تمام، فك معايا في ثانية. انا طبعا مش رافعاه على النار ولا حاجه، انا كل ده بقلب بقى قدامكم، لكن مش رافعاه على النار. وبعد كده احطه في علبه او في اي حاجه، واركنه بقى في التلاجة لمده ساعتين كاملين، جيلاتين كده يجمد. هنا الكركديه هسيبه بقى يبرد تماما ويختم بالورق بتاعه، سيبه زي ما هو كده بورقه، بيركز اكتر وبيبقى اللهم بارك غامق جدا. وهنا بقى الجيلاتين خلاص بقى انا كنت سايباه بس يبرد شويه، وبعد كده احطه في التلاجة ساعتين 2. وعدى كده ساعتين على الجيلاتين وكمان على الكركديه برد تماما معايا. نصفيه بقى كده مركز جدا، اللي هو اخد منه وازوده ميه عند العصير. بص اللهم بارك قد غامق مركز جدا. يا سلام بقى لو كركديه اسواني بيبقى خطير، احلى احلى كركديه هتشربيه. بصوا بقى صفيته كده زي الفل، حلو قوي. انا كده خدت منه الفايده بتاعته كلها والتركيز بتاعه، سيبته كده ساعتين، اللهم بارك بقى مركز جدا، شايفين لونه. تعالوا بقى كده نطلع الجيلي، عدى برضو عليه كده ساعتين اهو زي الفل. هجيب بس هنا مرضيش يقلب لان طبعا جيلي يعني جيلاتين. جبت سكينه كده نسلك الاحراف، وبعد كده نقلب العلبه كده كده هقطعه مكعبات، يعني كنت مقطعته مكعبات كده في العلبه احسن اسهل لي. هنا بقى طلع يعني متقطع شويه مش مشكله. انت قطعي في العلبه على طول اسهل لك مكعبات، وتروح جايه قلب العلبه كله هينزل. هنا بقى قطعته كده اهو بالسكينه اهو بالشكل ده، وتروحي جايه مقطعه مكعبات صغيره. عايزه اقول لكم بقى الجيلي ده طعمه تحفه جدا، في قلبه نكهه الجيلي بالفراوله وكمان الكركديه الخام مع السكر زي العسل. خلاويص كده بقى نعبيهم كده في قلب علبه بغطا، انا بس هحتفظ بقى عشان التصوير، لكن بحفظهم كده في علبه بغطا. هنا بقى اللتر الواحد من الكركديه الخام ده هيعمل لك 3 أو 4 لتر من العصير الكركديه، مع شوية بقى سكر، وطبعا هتزودي مية وشوية بقى مكعبات جيلي، وتشربي أحلى كوباية كده مشبرة كده تروق عليكي في الصيام. يلا بقى ب10 جنيه كركديه ظبطي بقى الدنيا كده، واملى عندك كده اللهم بارك يعني 5 ازاز كده مركزين. يلا جربيه لرمضان كده وتحضريه. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.